هل يمكن أن نقول الآن أن المستهدف بعد الحركة الإسلامية هو التجمع الوطني الديمقراطي؟ هل بدأت هذه، هل هو مسلسل جديد من مسلسل الملاحقات السياسية للقوى السياسية العربية في داخلنا الفلسطيني؟ حقيقة أنا أرى أن كل الداخل الفلسطيني هو الآن مستهدف. صحيح أنه يتم التعامل معنا من خلال أسماء ولوائح وعناوين، مرة الحركة الإسلامية والآن التجمع، لكن هم في النهاية يريدون أن يوصلوا رسالة إلى كل الداخل الفلسطيني من أنك أيها الداخل الفلسطيني أنت يجب أن تدرك أنك تحت وقتنا وتحت سياستنا. هذه الحكومة الآن هي حكومة لا ترى هذا العربي كما يقال من مليمتر واحد. هي تريد أن يبقى يعمل في تنظيف الصحون، لا تريد أن يرفع سقف لا طموحاته ولا توقعاته ولا آماله في أن يكون يعيش عيشا كريما في أرضها، أرض الآباء والأجداد. وبالتالي كان 17/11/2015 حظر الحركة الإسلامية، و 18/9/2016 مداهمة التجمع واعتقال عشرات من القيادية. أرى أننا كلنا مستهدفون وليس فقط التجمع الآن. هل يمكن القول أن عدم التضامن كما يجب مع حظر الحركة الإسلامية، وهذا كتب ووجهت كلمات في هذا الشأن بخصوص انتقاد الموقف العام من حظر الحركة الإسلامية، ساهم في عملية الملاحقة السياسية للتجمع الوطني الديمقراطي؟ أنا أنظر يعني الحقيقة بعين الإيجاب إلى الوقوف إلى جانب الحركة الإسلامية، وإن لم يرتقي إلى الوقوف، لكن أنا أحيي الوفاء. وأنا أعتبر أن داخلنا الفلسطيني حتما يدرك أن ليس له إلا أواصر وحدته ومتانة علاقاته وقواسم مشترك كثيرة يبني عليها مشروعه الوطني في الداخل الفلسطيني. الله يبارك فيك.